السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد أشرف الخلق وعلى آله وصحبه وسلم. ازيكم يا حبايبي، عاملين ايه؟ يا رب تكونوا في أتم صحة وأحسن حال. قبل ما أبدأ الفيديو ما تنسوش تشتركوا في القناة وتعمل اللايك الحلو كده، وده فضلا وليس أمرا يعني. وياريت تشير الفيديوهات لحبايبكم كده عشان يشتركوا في القناة، عشان العيلة تكبر بيكم إن شاء الله، وإن شاء الله هتكبر بيكم. وبحب أشكر كل اللي اشترك عندي في القناة جديد كده، ويا ريت كده وانت بتشاهدي الفيديو اشتركي واعملي اللايك كده عشان ايه القناه تكبر ان شاء الله. النهارده فيديو هوريكم البدايه كده. النهارده نزلت السوق، كان لازمني مش طريات، انا كان لازمني لحمه. رحت جبت لحمه عشان النهارده هعمل منها يعني، بس جبت لحمه مفرومه يعني، ما جبتش لحمه قطع، جبت لحمه مفرومه. جبت كيلو لحمه مفرومه. بحب ايه اخليه يفرمها لي، يحطها لي كده كيسها لي يعني. جبت كيلو فرمهم لي على نصين، هعمل منه كفته ان شاء الله كده. هخليه يعني، والنص التاني اخليه مثلا حبيت اعمل كفته برز، اعمل حواوشي يعني. بحب ايه اجيب كيلو كده او يعني على حسب الميزانيه اللي معايا يعني. بجيب كيلو، بجيب كيلو ونص على حسب يعني الفلوس اللي معايا كده اجيب. جبت كيلو، هعمل النهارده نص منه كفته والنص التاني اخليه اليوم تاني. مثلا حبيت اعمل حواوشي، حبيت اعمل كفته برز يعني، هيبقى موجود يعني. وكمان شفت عنده حاجه كده عجبتني، لقيت عنده ايه قولي معايا اللهم صل على النبي. الفشه دي عجبتني شكلها، وجبت منها نص كيلو بس، ما كترتش يعني. جبت نص كيلو فشه من دي. يا ريت كده اللي يحبها يقول لي كده بحبها. عجبتني لونها كده فاتح، بص ازاي، وعجبتني شكلها. جبت نص كيلو. قلت ايه عشان مره كده اطبخها مع لحمه، بحب احطها في الصلصه يعني، ما بحبش اسلقها. لما اجيب لحمه كده واعملها في الصلصه احطها معاها يعني. جبت نص كيلو، ما كترتش يعني. هي عجبتني شكلها كده، جبت نص كيلو يعني. بتبقى طعمها حلو برضو وحلو يعني. يا ريت تكتبوا لي في الكومنتات مين بيحبها الفشه دي. هما دول بس الحاجات اللي جبتها من عند الجزار. جبت لحمه مفرومه وهي الفشه دي. ولما بعوز حاجه بجيبها يعني، ما بحبش اكتر، كل ما بعوز حاجه اجيبها. طبعا دي الفشه اللي لسه جايباها معاكم، قطعتها. قلت ايه بعد ما كنت خلاص مش هعملها، قلت لا خلاص هعملها مع الكفته. قطعتها كده. ودي طبعا الدهن ده كان حاطه مع الفش يعني، بس ده مش من الميزان ده عليه يعني. قال لي حطيه معاه عشان تديكي طعم حلو يعني. هعملها النهارده ببصله، هوريكم طريقتها يعني. جبت بصله كده متوسطه، هشيلها. هي كده ممكن تعمليها كده، وممكن تعمليها في الصلصه الحمراء يعني، بس انا النهارده مش هعملها بالصلصه الحمراء. بعد ما كنت خلاص زي ما قلت لكم اللي انا هعملها خلاص مش بالصلصه، بس قلت لا خلاص هحط لها بصله واحطها على النار كده. وكمان لو هتحط لها كمان فص ثوم تبقى طعمها برده حلو برده. لو هتقشري فص ثوم كده وتقطعيه معاها برده طعمه حلو، هيديكي طعم حلو برده. وبرده الصلصه دي ما بترميهاش يعني، لو بتاكليها برده بتتاكل. ممكن لو انت عامله رز خلطيها على الرز عادي يعني، بتتاكل على الرز برده مش وحشه. انا هوريها لكم هنا دلوقتي. البصله زي ما اقول لكم بشرت البصله، وكمان مش هحط لها سمنه، هكتفي بالدهن اللي جاي مع الفشه يعني. مش هحط لها سمنه، هسخنها بس على النار بس على ما اغسلها، وبعد كده ارجع احطها. ايه لازم اغسلها، انا ما بعرفش كلمه يعني ايه ما بنغسلش اللحمه، ما بنغسلش حاجات دي، ما اعرفش. لازم اغسل اللحمه او اي حاجه اجيبها من عند الجزار لازم اغسلها، حتى لو لسه مذبوحه دلوقتي يعني. اهو طبعا انا هكتفي ايه بالدهن ده، مش هحط سمنه. احطها كده السمنه كده تتشوح مع البصل، وهي طبعا الدهن ده ينزل السمنه بتاعته قدام. الصلصه دي بتبقى خطيره يعني، لما بقول لك يعني ما ترميهاش. عايزه تاكلها بعيش ماشي، عايزه تعملي رز وتخلطيها على الرز عادي يعني. دي تتاكل كده وكده يعني. قشرت حوالي كده كام فص توم ده، هي زي ما بقول لكم يعني قطعوهم عليهم كده، قطعوهم بالسكينه كده، هيديك ريحه. وهي اصلا بالبصل وريحتها حلوه يعني، يا ريت كنت تبقوا معايا وتشموا الريحه. قطع عليها كده هتديكي طعم وريحه حلوه، جربوها بس كده هتعجبكم ان شاء الله. هتحط لها بس فلفل اسود وملح بس انا مش هحط لها دلوقتي، استنى شويه وبعد كده احط لها. هي طبعا مش هتغيب في السوا، طبعا هي صغيره مش هتغيب في السوا زي ما انتوا شايفين لونها. بص حلوه ازاي، هي عجبتني لما ايه شدتني. هي عند الجزار كده لونها، قلت انت جيب نص كيلو كمان نعمله ايه النهارده ان شاء الله مع الكفته.
بيكتبوا لي في الكومنتات بيحب الحاجات دي. في كمان حاجات تانية يعني بتحبوها ولا برضو ما بتحبوهاش، زي الكوارع، زي ايه تاني، الزور. في الزور برضو فين بيبي، انا ماليش في الزور خالص يعني. انا بحب الفشة او الكبدة او الكرشة، بس دول اللي بحبهم. انا ما ماليش في الزور يعني. اهو طبعا قطعت التومة شوحها بس كده ايه، واقول لك ما تحطيش سمنه، مكتفيه بايه بالدهن اللي الراجل اداهولي ده. قلت خلاص ده يغنيني عن السمنه طبعا، عشان تبقى خفيفه يعني ما تبقاش تقيله يعني، السمنه والدهن كمان. هو ده هينزل السمنه بتاعته وهتديها طعمه حلو. يبقى تستوي. لو عايزه مثلا ايه شويه كده، عايزه تزيدش ميه ممكن تزودها نقطه بس، ما تكتريش ميه عشان ايه ما تلزقش يعني. هنا طبعا حطيت ايه الفشه تستوي. قلت طبعا قبل ما تستوي طبعا مش هقعد كده اعمل ايه الحلويات. والنهارده كنت هعمل جلاش محشي، بس النهارده هعمل صوابع. طبعا سبحان الله، تعمليه مربعات كده يبقى ليه طعم، وتعمليه صوابع يبقى ليه طعم. يعني دي مختلفة عن دي في الطعم. النهارده هعمل له حشوة جوز هند وفول. ما حطيتلوش زبيب النهارده. قالوا لي يا ماما ما تحطيش زبيب، مش حابينه بالزبيب يعني. قلت لهم خلاص ماشي. كان عنده برضو كنافه طلعتها وحطيت برضو في كنافه يعني. ممكن لو عندك شويه كنافه كده يعني وتحشيه كنافه، او مثلا عندك بسبوسه متبقيه ناشفه كده ممكن تحشيه برضو بسبوسه. اي حاجه يعني، مش طعمه بيبقى حلو برضو. هنا الطبق ده كنت حاطه فيه جوز هند وفول ورشه سكر، وبعمله كده صوابع. هما بيحبوه صوابع، هما اللي طلبوه الصوابع دي. كنت بعد ما اعمله في الصينيه كده قال لي لا يا ماما اعملي لنا صوابع، عملت لهم صوابع اهو. دايما بقول لكم تعملوا الاكل اللي يحبوه في البيت، ما بتعمليش الاكل زي ما حد عمل، لا اعملي الاكل اللي في البيت يحبوه. وسبحان الله بيبقى ليه طعم مختلف خالص عن المربعات يعني. ده ليه طعم وده ليه طعم. قولوا له كده بتعملوا ايه وتحشوه ايه كده. زي انا بقول لكم النهارده حشيته كنافه وحشيته المكسرات. وبقول لكم في كمان حشوه بسبوسه. لو عندك كده شويه بسبوسه كده متبقيين من قبلها بيوم ممكن تحشيه برضو بسبوسه يعني، بيبقى حلو برضو يعني. جربي ده وده. طبعا احنا ايه الحلويات ديت كل يوم لازم. قالوا ان انا بفكر كده يعني ما يبقاش كل يوم كده. انا حاسه ان احنا هنطلع مقلبزين من رمضان، من شهر رمضان ان شاء الله، من كتر الحلويات اللي على طول على كل يوم حلويات حلويات. وانا قلت المفروض كده يوم كده ما نعملش فيه حلويات يعني، نخف الحلويات شويه عن كده. اهو شايفين اهو تغيير يعني، بدل ايه كل يوم مربعات كده او حاجه يعني. قلت النهارده نغير ايه للصوابع. قلت لكم ايه اللهم صل على النبي، لو وصلتوا لغايه هنا ما تشتركوا في القناه وتشيروا الفيديوهات يعني ايه، عشان ايه القناه تكبر كده. نفسي ان شاء الله القناه تكبر، وان شاء الله هتكبر بيكم يعني. بحب اذكركم في كل شويه كده، احب اذكركم عشان ما تنسوش. لو بتشاهدي بقى فتحت الفيديو ونسيتي تشترك او تعملي اللايك، بفكرك اهو تعملي اللايك وتشتركي في القناه عشان القناه تكبر ان شاء الله. وريت تكتبوا لي في الكومنتات ايه اللي انت عاوزين نعمله يعني. بس انا شايفه ان هي قناه الروتين دايما يعني الحاجات اللي بتتعمل في البيت يعني. قناه الروتين يعني هي معروفه كده، قناه الروتين تعمل الحاجات اللي بتعملها في البيت. ده الكنافه دي الكنافه كنت حشيت قاعد كنافه وبوريها لكم اهي. دي كنت جايباها معاكم في المشتريات قبل كده، طلعتها قلت ايه احشي منها برضو بتبقى طعمها حلو. في ناس بتحمرها وتحشي بيها، انا ما حمرتهاش، انا طلعتها على طول كده وبرضو استوت وكانت لونها وطعمها حلو. اهم حاجه الفرن ما تعلهوش عشان ايه ما ياخدش لون وهو ما يكونش لسه استوى. دي الكنافه دي ما يعني ولا اقول بوريها لكم كمان، ما بحمرتهاش ولا حاجه، طلعتها من الكيس على طول على الحشوه. وانتي بقى اللي يريحك بقى. لو ممكن عندك شوية كنافة من قبلها بيوم برضو يعني تحشيهم. حاولي كده ان انتي كل حاجة تدخليها في حاجة، تجددي الاكل. عشان طبعا احنا مش هنرمي الاكل حرام يعني. حاولي كده ما ترميش اي حاجة، حتى لو خضار رز اي حاجة ما ترميش. خليها كده وتاني يوم جددي عليها باكلة تاني و... وتتاكل يعني. دي نعمة من ربنا يعني، ما نرميهاش. مش تحت الاكل متبقي نرميه مننا يعني. ربنا يحاسبنا على الاكل ده طبعا. اهو شايفين اهو كده. بس هو ايه مشكلة الصوابع دي بياخد وقت يعني. لداكي هترص الورقة كاملة مش هتاخدي 5 دقايق وتبقى مخلصة. بس انا بدهنتوش سمنة، حبيت ايه اعمله خفيف كده. دهنت الصينية الاول وبعد كده ايه بعد ما رصيته كله دهنته عادي إيه سيحت سمنة وبعد كده ايه رشيتها عليه.
ما حبيتش ادهن من جوه زي ما انتوا شايفين كده. سيحت السمنه وبعد كده ايه دهنت الوش بتاعه. طبعا ده كل ده سمنه بلدي. بحب اعمل الحلويات بالسمنه البلدي، وكانت كنافه ولاش بسبوسه بحب اعمله بالسمنه البلدي. طبعا هعمل الكفته. جبت بصلتين كده متوسطين وحزمه بقدونس. هي الحاجات دي اللي بعملها فيها. ببشرها بس ببشرها بالنعمه، ما بحبش ابشرها بالخشنه عشان ايه ما تبقاش ظاهره فيها يعني. بحب ابشرها بالنعمه دي عشان ما تبقاش ظاهره. بشرت البصله بالنعمه. احط ايه اللحمه دي زي ما قلت لكم لسه طازه جايباها. ايه اعمل كفته على طول وهي طازه كده. في كمان الكفته دي لو عايزه تشويها على الفحم ماشي، لو في وقت عندكم تشويها على الفحم شويها يعني، تنفع برضو الفحم. هي فيها نسبه دهون يعني، وحط لي فيها نسبه دهون عشان تبقى الكفته طعمها حلو. احط لها ايه ما بحطلهاش الا بصل وبقدونس بس، ما بكترش اي حاجه تاني. حتى التوابل برضو ما بكترش توابل عشان هي طعمها ما يغيرش. اقطع البقدونس كده صغير. بحب ايه اقطع على ايديا الخضره على ايديا كده، وبرضو بقطعها صغير اهو. احط ملح. يقول لك ما بحبش اكتر فيها التوابل عشان طعمها ما يغيرش. احط فلفل اسود بس، هو دي الحاجتين اللي بحطهم، فلفل اسود وملح بس. اكتر من كده ما بحطش. لو انت حابه البهارات اللحمه ممكن تحطيها، غير كده ما تكتريش. زي ما بقول لك ايه لو حابه تشويها على الفحم شويها يعني، بتنفع برضه تشوي على الفحم اهو، تبقى طعمها حلو. ولو برضه مش عاوزه تشويها على الفحم وحطيها في الفرن، انا عن نفسي مش هشويها على الفحم، انا هحطها في الفرن يعني. بس لازم ايه تعجنيها كويس كده عشان ما تفكش يعني، تعجنيها كويس كده عشان ايه تبقى مظبوطه. عجنتها كويس هصبعها. انت لو حابه تصبعيها بسيخ، ما عندكيش سيخ حابه تصبعيها المعلقه عادي يعني، انا ممكن اصبع لكم دلوقتي واحده بالمعلقه عشان ايه هوريها لكم اهو. هجيب معلقه وتصبعيها بيها. تاخد قطعه كده، تاخدي الحجم المعقول عشان ايه تستوي من جوه. خليها معقوله. دخلي المعلقه كده هتقضي الغرض برضو المعلقه، وتعملي كده يعني المعلقه برضو هتقضي الغرض اهو، عشان ايه تبقى ايه هاويه من جوه كده خفيفه. شايفين اهو. ممكن تبقى اقولك تشويها على الفحم او ايه او تدخلها الفرن. انا عن نفسي ادخلها الفرن مش هشويها على الفحم. ممكن برضو لو عايزه تخلي فيها فحم يعني مش تشويهاش على الفحم، تجيبي فحمايه كده وتسخنيها على النار وتحطيها وسط الصينيه كده وتغطيها كده، برضو هتاخد ريحه الفحم يعني. دي تنفع ودي تنفع برضو اهو. شايفين المعلقه نفعت اهو. الحجم عادي اللي تفضليه وتحبيه. انا شايفه ان الحجم ده كويس يعني. هنا حمرت شويه رز. كنت حمرت شويه رز كده. طبعا الشوربه دي كانت عندي في التلاجة سخنتها. بقول لكم ما برميش الشوربه يعني، لما بيبقى عندي شوربه بخليها في التلاجة يعني. طبعا ايه النهارده ما سلقتش لحمه وهي فراخ، هاي نفعتني يعني. هتعمل بها ايه الرز. نشيل الطماطم دي مرة كده، نزودها كده سنة ملح كده عشان ايه يبقى الرز طعمه حلو اهو كده. نغطيها تستوي وبعد كده نعمل ايه الملوخية. وانا قلت على ما الرز يستوي اعمل ايه الملوخية. الملوخية سهلة يعني. ايه جبت كم فص توم كده قريتهم وايه اعملهم. بحب اعمل الملوخيه على الملوخيه، ما بحبش اطش الاول وبعد كده. في ناس تحمر التومه وترجع تطشها بالشوربه وبعد كده تعمل الملوخيه. احس ان هي ملهاش طعم ولا ريحه. انا احب اعمل الملوخيه الاول بالشوربه وبعد كده ايه اطش عليها التوم كده. احب احط لها رشه كزبره كده تديها ريحه حلوه. اول ما تحط رشه الكزبره دي توديلك ريحه التومه دي في حته تانية يعني، تخلي ريحته حلوه. نكتر عليها بقى وايه طشها كده وبعدين كده. قولوا لي بقى حد بيشهق على الملوخيه ولا بتعملوها كده؟ هي الشقه دي فعلا بتخليها لها طعم وريحه ولا هي لازم؟ انا بعملها كده عادي يعني مش غير ما اشهق لها يعني. هنا كان خلاص المغرب هيأذن. انا دايما ايه
ظابطه الميعاد اللي انا اخلص الفطار، اقفل البوتاجاز كده يبقى خلاص المغرب يأذن. بحب احنا ناكل الاكل كده يكون سخن، ما بحبش اعمله من بدري، ابقى عارفه اليوم ايه الاكل هتاخر فيه، اعمله من بدري. الاكل الخفيف ببدأ يعني عادي بعد على الساعه 3 كده. هنا طبعا ده العصير، بس ده العصير ايه اللي الصناعي ده اللي بندوبه ده. النهارده هشبكوا فيه، قلت لهم مش هعملهولكوا، ما يغناش عنه يعني، لازم اهو. وكان المغرب أذن وفطرنا العصير. لازم قبل الفطار كده بنصلي الأول، بعد كده بنفطر. يعني ما نفطرش الأول ونصلي، لا احنا نشرب العصير وبعد كده نصلي وبعد كده نفطر. هنا طبعا دي الملوخية، وده الكفتة اللي عملتها معاكم، وده كان عندي جرجير غسلته وعملت رز. الحمد لله يعني فطرنا الحمد لله على كده. ده عاد الجلاشة شايفين لونه دهب ازاي وحلو، كان طعمه حلو يعني، جربوه. واشوفكم على خير ومع السلامة.